بتتذكروا كعك الحليب اللي كنا نشتريه من الأفران؟ طريقته بالبيت كتير سهلة وبيطلع قطني وبياخد العقل، عن جد بدوب بتمكن عقد ما إنه طيب. وكمان فيكن تزيدوا عليه النكهة اللي بتحبوها، حلو تبعتوه مع أولادكن على المدرسة أو حتى أنتوا تاخدوه معكن على الشغل، كتير ظريف. شوفوا ما أسهل تحضيره. كوب ونصف من السكر الحبيبات، وهذا المقدار من السكر بيطلع حلو وكتير خفيف. إذا بتحبوا السكر زيادة ويكون واضح ضيفوا كوبين من السكر. حضيف عليهم كوبين من الحليب الدافي. الحليب لازم يكون دافي لأنه حنستخدم الخميرة، لا نو بارد ولا نو سخن. إذا استخدمتوا دائما الحليب أو المي بالمعجنات دافي يكون، بتتفاعل عندكم الخميرة أسرع. بس إذا يعني استخدمتوا بارد أو ساخن كتير يعني حتخرب معكم وما حتفعل الخميرة. هون غطيت الطبق وتركته لحتى تفاعلت، وشوف شلون تصير تطلع فقاعات، معناها الخميرة خلص اشتغلت مزبوط. ضفت هون كوب من الزيت النباتي، وإذا متوفر عندكم زبدة أو سمنة ضيفوا كوب. يعني استبدلوا الزيت النباتي بكوب من الزبدة أو السمنة، لسه بيطلع أطيب وأطيب. وهي المكونات السائلة بتاخد كيلو من الطحين، وكمان أنا حطيت كوب زيادة جنبي استخدمته بعدين، يعني أخذت عندي كيلو زائد كوب من الطحين. هلأ هون أنا ضفت المطيبات. المحلب هو نوع من المطيبات، فرجيتكم شكله هو حاب بنستخدمه ببلاد الشام عنا. استخدمت منه ملعقة طعام مطحون طبعا، وكمان ضفت ملعقة صغيرة من البيكنج باودر وبلشت أعجنه. هلأ فيكن تضيفوا أي مطيبات بتحبوها، فيكن تضيفوا اليانسون مطحون أو حتى ممكن تضيفوا سمسم، حبة البركة، انتم مثل ما بتحبوا ضيفوا المطيبات اللي بتحبوها. وحبلش أعجنه مثل ما قلت لكم. أخذت عندي كيلو طحين وكمان فوقه كوب من الطحين، يعني هو حسب نوع الطحين اللي حتستخدموه. أنا أحيانا بتاخد عندي بس كيلو طحين، هالمرة أخذت كيلو زائد كوب من الطحين. هلأ هون بعد ما خلصتوا عجنتها، آخر شي بطلع عنا عجينة هيك تحسوها مطاطية شوي. غطيتها وتركتها لحتى تختمر، وطبعا هون ما حتختمر معكم مثل العجينة العادية، يعني هي حترتاح العجينة وحتختمر شوي صغيرة بس، يعني مو مثل الوقت اللي نساوي العجينة العادية بتنتفخ وبتضاعف حجمها. وهون بعد ما اختمرت عندي حبلش قرصها، وهون أسهل شي بقى الشغل فيها. أول شي باخد شوي من العجينة وببلش بإيدي هيك بصير بعملها رول وبقطعها قطع. طبعا انتو كمان يفضل ما تنحفوا كتير القطع، يعني هيك خلوها مكتنزة القطع مشان تطلع عندكم آخر شي هيك كربوجة يعني القطع. بعدين حلفها على بعضها مثل ما بتساوي الغريبة بهي الطريقة، وحصفها بصينية الفرن. طبعا أنا بهذا الوقت محمية الفرن على درجة حرارة 200. وهون حبيت فرجيكم الشغل عن قريب. هي الشغل فيه عن جد كتير ممتع وسهل وما بياخد وقت أبدا. يعني فيكن مباشرة تاخدوا قطعة صغيرة من العجينة وتلفوها بين ايديكم بهي الطريقة. هلأ هون بعد ما صاروا جاهزين حدخلهم ومباشرة اشويهم بالفرن مثل ما قلت لكم لحتى ياخدوا لون ذهبي. طبعا لا تنسوون، شوفوا أنا هون أول صينية شوي التهيت عنها وشوي حمرت زيادة، ما بيأثر، بس حتاخدوا يعني لحتى ناخد هيك القطع هشة كتير، لا تخلوها تطول بالفرن. وبعد ما تطلع مباشرة أنا هون سيحت سمنة، استخدمت البقرة الحلوب كتير طيبة طلعت معها عن جد. استخدموا أي نوع زبدة أو سمنة يكون كتير طيب، وبتدهنوا الوجه وبتغطوها شوي لحتى هيك من بخارة كمان تطرى أكتر وأكتر. وبعدين بعد ما بتبرد خلص بتصير جاهزة. شوفوا منظرها ما أحلى، عن جد بتاخد العقل وطعمها وريحتها بالبيت غير شكل. إن شاء الله تجربوها وتعجبكم، وألف صحة وهنا على قلبكم إذا جربتوها.